تجربة شقط كانت نهايتها على الديب ويب. الخميس اللي فات كنت قاعد زهقان بالليل، قلت انزل ديتنج اب اتعرف على ناس جديدة او اشقط من الاخر يعني. نزلت البرنامج وعملت اكاونت وبدأت افر في الاكاونتات اللي موجودة. 10 دقايق واتكعبلت في اكاونت. انا عارف البنت دي مريم صاحبتي، بس الاكاونت اسمه نور، اكيد الشبه مش للدرجات دي يعني. فتحت الاكاونت بتاعها، قعدت اتفرج على الصور. لا دي مريم، احنا اصحاب من ايام الجامعة. الصورة دي في كافيه رحناها مرة مع الشلة. خلاص كده واضح ان الاكاونت ده فيك، حد خد صور مريم وعمل بيها اكاونت. بس الفضول اللي عندي، طب ليه حد يعمل كده؟ هيستفيد ايه؟ عملت ماتش للاكاونت وعملت ابجريد للاكاونت بتاعي عشان اقدر ابعت رسالة واشوف كده الموضوع ده اخره ايه. اول ما عملت ماتش لقيت نوتيفيكيشن ان الاكاونت التاني عمل ماتش معايا. فدخلت اتكلم. اللي بيكلمني بيتكلم بالظبط كأنه بنت، وده اكاونت بتاعها في ديتنج اب، وكلام متوقع تسمعه زي انا لسه منزله البرنامج من كام يوم وكنت زهقانه قلت اجربه واتكلم مع ناس. كلام يبان طبيعي جدا، وانا طبعا مستجيب. قصه حياه بالكامل تم اختراعها. كليه صيدله وعندي 29 سنه، وهواياتي ايه وبروح فين. ما تشكش لحظه ان في اي حاجه مزيفه. شويه والكلام خد سكه سيكشوال. قلت قشطه، هنعرف بقى هنا المصيادة في ايه. فهي عمالة تعاكس وانت فورمتك حلوة وجسمك رياضي وانا برد كأني عيل مراهق قلبه واعضائه كلها بتزغرط ان في مزة بتعكسه. والكلام عمال يتطور لغاية ما وصلنا لنقطة انا زهقانة، ما تيجي نعمل حاجة. فرديت ماشي، بتعرفي تلعبي شطرنج؟ نلعب اونلاين مثلا. لقيتها بعتت مسج بتقولي بص انا بابا وماما مسافرين وانا لوحدي في البيت، هات بورد الشطرنج وتعالى علمني عشان مش بعرف العبها. انا خفت، الوضع كده خطر. ده حد عامل اكاونت مزيف بيستدرج بيه ناس لشقة. وما اكدبش عليكم، انا لولا اني عارف ان الحوار مزيف من الاول كان ممكن الكلام والمعاكسة والساعتين اللي اتكلمناهم دول فعلا تقنعني ان دي بنت بجد ومعجبة بجد، وكان ممكن اروح فعلا. بعت لها طيب تمام، ساكنة فين؟ وطبعا زي ما توقعت، مكان متطرف معزول. قالت لي انا ساكنة في اكتوبر الحصري، بس استنى شوية عشان الشارع يكون هادي، تعالى على 2 بالليل كده. قلت بس ده حوار اعضاء، خطف، ديب ويب، اكيد حاجة من دول. قطمت كلام وبعت لمريم صاحبتي اسم الاكاونت، وقلت لها تتواصل مع البرنامج مع الدعم ان هم يقفلوا الاكاونت ده انه مزيف. المرعب بجد مدى سهولة ان اي حد مجرم ممكن ياخد صور بنت عشوائية ويعمل بيها اكاونت على ديتنج اب او على الفيس او انستجرام، ويعمل اي مصيبة في شاب ما ويستدرجه. خلي بالكوا يا شباب، مفيش حاجة مضمونة الايام دي. طبعا الشباب تحرص اكتر من البنات، طبيعي. لو بنت في واحد عشوائي في اكاونت عشوائي قال لها تعالي المكان الفلاني هتقوله لأ. انما لو شاب صغير اتضحك عليه بكلمتين والبنت حلاوت في عينه، ممكن يروح ما يرجعش.